النهارده يا جماعه هنتكلم على معادله السعاده. معادله السعاده اللي كلكم بتدوروا عليها انا اخيرا لقيتها. وطبعا بالنسبه للناس اللي هي ما بتحبش الرياضيات او الفيزياء انا هحاول اشرحها لكم بشرح مبسط جدا جدا، فبتقلقوش هتفهموا. طيب نخش في الدرس على طول. اول حاجه معانا راجل في ست تساوي سعاده. تمام؟ اظن كده الشرح مفيش ابسط من كده. يبقى المعادله الاولانيه معانا راجل في ست واحده تساوي سعاده. طيب المعادله اللي بعد كده راجل في 2 ست تساوي 2 سعاده. الله، هتقولوا لي يا دكتور يعني معنى كده ان كل ما الرقم اللي قبل الست زاد كل ما زادت السعاده؟ هقول لكم طيب نكمل على هذا النهج تاني. راجل في 3 ست تساوي 3 سعادة. طيب هتقولوا لي هنفضل نزود الرقم ده لما لا نهاية؟ هقول لكم لا. المعادلة اللي جاية دي بقى دي اللي هتوضح كل حاجة. راجل في اكس ست تساوي اكس سعادة. طيب هنشرح كلمة الاكس دي على جنب. اولا اكس دي في الحلال هو رقم ما بين الواحد والاربعة. تمام؟ طيب الاكس دي في الحرام هو رقم لا نهائي. شفتوا بقى يا جماعة؟ يعني الحلال عن الحرام الاكس بيفرق فيها جدا. انا سامع مجموعة من الطلبة بالذات البنات والستات بيقولوا طيب ما نبدل المعادلة، بدل الراجل هنبدأ بالست والراجل نحط مكان الست في المعادلة. هاجي اقول لكم هنا الموضوع ده ما ينفعش خالص. ليه بقى ما ينفعش؟ لان القيمة بتاعت الست هو رقم لا يقبل القسمة الا على واحد بس. انا سامع بقى مجموعة من البنات والستات بتقولك لا يا دكتور ينفع يتقسم على اكتر من واحد. هقول لهم برافو عليكم. هنا بقى هنستخدم وحدة جديدة. وحدة جديدة. الوحدة الجديدة اللي هنستخدمها دي اسمها وحدة الشرشر. اهي نكتبها كده مع بعض. وحدة الشرشر. وحدة الشرشر دي هي وحدة يمكنها ان تقسم على اكتر من واحد. بس الوحدة دي احنا ما بنحبهاش. ليه؟ لانها قيمة غير معرفة، وفي حالة استخدامها في أي معادلة تبقى المعادلة هشك بشك ترللي. اللي فهمناه من الدرس ده إذن نكتب كده مع بعض المحصلة: أن السعادة تتناسب طرديا مع عدد الستات. يعني كل ما زاد عدد الستات كل ما زادت السعادة. اتمنى يكون شرحي للنهارده عجبكم، وان شاء الله انتظروني في الحلقه اللي جايه ان شاء الله في درس عن الكيمياء الحيويه. وانت يا حبيبي يا طالب يا مجتهد يا جميل، حاول تزود السعاده بتاعتك يا حبيبي، وركز في المعادلات المهمه دي يا حبيبي عشان تعرف تنجح، وخليك راجل.